بدل ما نشتريه من بره بفلوس كتير، تعالوا نعمله في البيت بأقل التكاليف وكمان أنضف كتير من بره. طبعا المكونات كلها اكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس، ويلا بينا نبتدي. هنعمل مع بعض بسكوت الزبدة. خطواته مش كتير وسهل جدا ان احنا نعمله في البيت من غير ما يبوظ. اول حاجة هنبدأ بيها ان احنا هننزل بالزبدة مع السكر، نحاول ان احنا نحولها تبقى كريمي خالص، يعني نفضل نضرب فيهم مع بعض كتير كتير لغاية لما يبقوا كريمي. الاحسن كمان اللي هيساعدنا اكتر ان الزبدة تكون في درجة حرارة الغرفة. بعد ما هنضربهم كويس قوي يتحولوا كريمي بالشكل ده، هنبدأ ان احنا ننزل بالبيض. عندي بيضتين عليهم رشة فانيليا. هخلط البيض كويس قوي مع الزبدة والسكر لغاية ما يبقى بالشكل ده، وبعد كده هبدأ ان انا انزل بالدقيق. مش عايزة الخليط يكون ناشف، لا هو الخليط هيبقى ستيل بيلزق. نحاول ان احنا نلمه بالدقيق عشان نعرف نشكله. يعني هنرش على السطح اللي احنا بنشكل عليه البسكوت دقيق، واي حاجة بنمسك بيها البسكوت او بنقطع بيها البسكوت برضو هنرش عليها دقيق، على اساس ان ده هيساعد معانا ان احنا نشكل البسكوت اسهل، ومن غير ما برضو ان احنا نخلي العجينة ناشفة وفي الاخر البسكوت بتاعي يبقى ناشف. انا هنا خلصت. شايفين القوام العجينة عامل ازاي؟ هقسمها حوالي 4 اجزاء. هاخد اول جزء ازود عليه جوز هند. بدأت ان انا اشكله بكيس الحلواني، ولو مفيش كيس حلواني عندكم زي ما انا عملت كده بالتب بتاعه اللي هي بلح الشام الصغيرة، هنعمل بيها شكل القلب ده. وبعد كده خدت جزء زودت عليه شوكولات شيبس، وده هنشكله بقطاعات عادية خالص، بس استخدمت ورق زبدة. حطيت العجينة تحتها ورق زبدة وفوقيها ورق زبدة، وهبدأ ان انا افردها بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نقطع القطعات برضو حطوها في دقيق علشان ما تمسكش في العجينة. وبعد كده في جزء ده السادة اللي احنا بنحط عليه سكر، او اللي بيبقى موجود عليه حبيبات سكر كبيرة. فلو انتوا عندكم سكر خشن عادي في البيت زي ما انا استخدمت كده، اول ما بنقطع العجينة بننزل القطعة اللي احنا قطعناها في السكر وتبقى بالشكل ده. وبعد كده اخر نوع اللي هنزود عليه المكسرات. شايفين انا هنا يعني الدقيق بيساعدني ان انا الم العجينة طرية، بس برش دقيق على اساس ان انا اعرف المها. هزود بقى عليها هنا المكسرات، وبنفس الطريقة هحط تحتيها ورق زبدة وفوقيها ورق زبدة، وهبدأ ان انا افردها واقطع بالقطعات بتاعتي. وبقى عندي دي الاشكال. هدخلهم بقى في فرن على طول ساخن مسبقا على درجة حرارة 180، ومش هياخدوا وقت كبير وهيبقوا عندي بالشكل الفظيع ده. شايفين البسكوت عامل ازاي؟ مش بياخد وقت خالص، وبجد طعمه لذيذ جدا ومش هياخد اي وقت خالص، وينفع كمان في بسكوتات العيد. جربوه وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.